بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا الغاليين طلبة تانية ثانوي الشعبة العلمية، أهلا بكم. معنا النهاردة مع ورشة التجهيز لاختبار شهر مارس. احنا عندنا اختبارين، شهر مارس وشهر إبريل. إن شاء الله عاملين كده ورشة في الديناميكا مادة التطبيقية. امتحان شهر مارس هيجي في الباب الأول، هيجي في الحركة المستقيمة الموضوع الأول، والحركة المستقيمة ذات العجلة المنتظمة الموضوع الثاني، والسقوط الحر. دول الثلاث موضوعات اللي هيجي فيهم اختبار شهر مارس. هنجهز له دلوقتي بامتحانين، هنحل امتحانين على الثلاث مواضيع دول، نلم بيهم المواضيع كلها بإذن الرحمن. يلا بينا بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالسؤال الأول. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال رقم 1 بيقول: سيارة تبدأ حركتها بعجلة منتظمة في خط مستقيم بسرعة ابتدائية 10 متر على الثانية. يبقى أنا كده معايا العين صفر ب10 متر على الثانية. السرعة الابتدائية ب10 متر على الثانية. قال لي ثم وصلت إلى السرعة 30 متر على الثانية في 5 ثواني. يعني السرعة النهائية أصبحت 30 متر على الثانية في زمن قدره 5 ثواني. قال لي فإن مقدار السرعة، عايزين نعرف السرعة تاني عندما أو عند ن بتساوي 3. عايزين نعرف السرعة هتبقى بكام بعد 3 ثواني، مش بعد 5 بقى. قلت له طيب السرعة الابتدائية معايا ب10 متر على الثانية، ودي هستخدمها هنا. السرعة الابتدائية معايا ب10 متر على الثانية. أنا فاضل لي العجلة اللي لما هجيبها هقدر أطلع السرعة النهائية. طب العجلة دي هجيبها منين؟ هجيبها من القانون الأول، حيث أن عين بتساوي عين صفر زائد ج ن، عشان دي حركة في خط مستقيم. السرعة النهائية ب30، اطمنت من الوحدات. السرعة الابتدائية ب10، والعجلة أنا عايزها، والزمن هنا ب5. ودي ال10 من الشمال لليمين بعكس الإشارة. 30 ناقص 10 ب20، يبقى ال20 هتساوي 5 ج. اقسم على 5 فهتطلع الجيم ب4 متر على الثانية تربيع. يبقى أنا هنا معايا الجيم ب4 متر على الثانية تربيع. هستخدم نفس القانون تاني، إن عين بتساوي عين صفر زائد ج ن، يبقى السرعة النهائية هتساوي العين صفر معايا ب10، والعجلة لسه جايبها ب4، والزمن معايا ب3. 4 في 3 ب12، 12 زائد 10 ب22 متر على الثانية. يبقى السرعة المطلوبة هتطلع ب22 متر على الثانية. وده كده بالنسبة للسؤال الأول. ننتقل للسؤال الثاني. يتحرك جسيم بحيث كان متجه موضعه ر بتساوي 3 ن زائد 2 في اتجاه السين زائد 4 ن ناقص 1 في اتجاه الصاد. قال لي فإن معيار الإزاحة حتى اللحظة ن بتساوي 1. احنا عندنا قانون بيقول أن متجه الإزاحة هو عبارة عن متجه الموضع النهائي ناقص متجه الموضع الابتدائي. متجه الإزاحة بيساوي متجه الموضع النهائي ناقص متجه الموضع الابتدائي. يبقى متجه الإزاحة هيساوي، هو متجه الموضع النهائي بكام؟ احنا ممكن نعمل الحركة دي كده، نجيب ده كده شوية، نوفر مكان. حلوة الحركة دي، ونشيل ده كده خالص، ونكتب من الأول. يلا بينا. احنا معانا قانون بيقول أن متجه الإزاحة بيساوي متجه الموضع النهائي ناقص متجه الموضع الابتدائي. يبقى متجه الإزاحة بيساوي متجه الموضع النهائي ب3 ن زائد 1 في اتجاه السين، 3 ن زائد 2 في اتجاه السين، ادي 3 ن زائد 2 في اتجاه السين، و4 ن ناقص 1 في اتجاه الصاد، ادي 4 ن ناقص 1 في اتجاه الصاد. ده كده الراء. هنطرح منه راء صفر. طب هو يعني ايه راء صفر يا مستر؟ يعني هحط مكان النون صفر. حط كده مستر مكان النون صفر. يلا بينا. حط مكان النون صفر ده هيبقى 2، حط مكان النون صفر ده هيبقى -1، يبقى هنا 2 وسالب 1. قلت له ده كلام جميل. قال لي معنى كده ان الفاء هتساوي، هطرح بقى ده ناقص ده، 3 ن زائد 2 ناقص 2 هيدي 3 ن، و4 ن ناقص 1 ناقص 1 هيدي 4 ن. ده كده متجه الإزاحة. معنى كده ان متجه الإزاحة الراجل قال لك عند النون
فين هي؟ عند نون تساوي 1. يبقى معنى كده ان انا هحط مكان النون 1. 3 في 1 ب3، و4 في 1 ب4. ده كده اسمه متجه الازاحه. طب الراجل عايز معيار الازاحه، هقول له ان معيار الازاحه هو الجذر التربيعي ل3 تربيع زائد 4 تربيع. ده قانون معيار الازاحه. هيطلع معيار الازاحه ب5 وحده ازاحه او 5 وحده طول. يبقى معنى كده ان معيار الازاحه هيطلع لك ب5 وحده طول. ده كده بالنسبه للسؤال رقم 2. نروح للسؤال رقم 3. استغل بقى كده الحركات الحلوه دي. يلا بينا. السؤال رقم 3 بيقول: قذف جسيم رأسيا لأعلى بسرعة 24 متر على الثانية من قمة مبنى ارتفاعه 32.4 متر، فإن الزمن الذي يصل فيه إلى الأرض هيساوي كام ثانية؟ احنا هنا عندنا مبنى، قذف جسيم من قمة هذا المبنى، قذف جسيم رأسيا لأعلى، الجسم ده هيطلع لفوق بسرعة 24 متر على الثانية. يبقى أنا معايا السرعة الابتدائية ب 24 متر على الثانية من قمة مبنى ارتفاعه 32.4 متر. هذا المبنى ارتفاعه 32.4 متر. عايزين نعرف الزمن الذي يصل فيه إلى سطح الأرض. الزمن اللي هيصل فيه الجسيم إلى سطح الأرض عايزين نعرف الزمن ده بكام. طيب، اولا اتفقنا على اتفاق ان الجسم طالما بدأ الحركة لاعلى ثم لاسفل بدون ما يعمل احتكاك، من غير ما يخبط في حاجة، معنى كده ان انا هستخدم عجلة جاذبية سالبة لانها لاعلى. يبقى الدال بتاعتنا هتبقى سالب 9.8 متر على الثانية تربيع. اتفقنا كمان على اتفاق ان لو انا محتاج النون وفي عندي مسافة أسفل نقطة القذف، المسافة دي اسمها مسافة أسفل نقطة القذف، فبستخدم القانون اللي بيقول فاء بتساوي عين صفر نون زائد نص د نون تربيع. طيب هعوض عن الفاء بكام؟ هعوض عن الفاء ب 32.4 بس بالسالب، لأن المسافة أسفل نقطة القذف لابد أن تكون سالبة. يبقى سالب 32.4. السرعة الابتدائية اللي قذف بيها الجسم ب 24 والنون مطلوبة والنص هتنزل. عجلة الجاذبية الأرضية بسالب 9.8 والنون تربيع هتنزل لأن احنا محتاجينها. هضرب نص في سالب 9.8 نون تربيع، والناتج اللي هيطلع همشيه اليمين بعكس الإشارة. ده هيطلع سالب 4.9 نون تربيع، يمشي الناحية التانية ب 4.9 نون تربيع. هودي كمان 24 نون بعكس الإشارة، يبقى سالب 24 نون، وهسيب سالب 32.4 زي ما هي وصفر. هقسم على 4.9 يا عالم، هل ده هيقبل على 4.9 ولا لا؟ وده هيقبل على 4.9 ولا لا؟ هنشوف. هنمسك ال 24 نقسمها على 4.9، شوف هتقبل ولا لا. ما قبلتش. في الحالة دي هنضرب في 10 على 7. طالما ما قبلتش يبقى انا همسك المعادلة كلها اضربها في 10 على 7. يلا بينا. 4.9 لما تتضرب في 10 على 7 هتطلع 7، يبقى دي هتبقى 7 نون تربيع. دي هتبقى 7 نون تربيع. ثم 24 في 10 على 7، الله اعلم برضو هتقبل ولا لا. 24 في 10 على 7، تعالى كده نشوف. ادي 24 في 10 على 7، شوف كده هتقبل ولا لا. برضو ما قبلتش. طيب احنا ممكن نعمل حركة بقى تانية طالما الدنيا ما قبلتش، ان احنا نضرب في 10 للخلاص من العلامات العشرية. ممكن في الحالة دي نضرب في 10 للخلاص من العلامات العشرية. يبقى انا هاجي هنا هضرب في 10. يلا بينا. لما هضرب في 10 ده هيدي 49 نون تربيع، يبقى ده كده هيبقى 49 نون تربيع. ولما هضرب ده في 10 هيدي 240 نون، ده هيدي 240 نون. ولما هضرب 32.4 في 10 هيدي 324 بالسالب، هيدي 324 بالسالب. كل هذا بيساوي الصفر.
طيب ما عندناش حاجه نقدر نقسم عليها، لان ما اظنش ان ال 240 تقبل القسمه على 49. ال 240 اظن انها ما تقبلش القسمه على 49 والا كانت قبلت هناك. يبقى معنى كده ان احنا مضطرين نحلل بهذا المنظر، فهنضطر نحلل. او ممكن نعمل حركه تانية، ممكن ناخد الاختيارات نجربها بقى. يعني ممكن ناخد الاختيارات نجربها، طالما الراجل مدي لك اختيارات قال لي فإن الزمن الذي يصل فيه إلى سطح الأرض، نجرب. طب تعال نجرب الأربعة، يلا بينا. هكتب على آلتي الحاسبة 49 في 4 تربيع ناقص 240 في 4 ناقص 324. لو الإجابة طلعت صفر يبقى الأربعة صحيحة، الإجابة ما طلعتش صفر يبقى الأربعة ما نفعتش. نروح نجرب الاختيار الثاني، لأن هنا ممكن التحليل يبقى صعب عليك شوية. تعال نجرب الثمانية. هنضرب على الآلة الحاسبة 49 في 8 تربيع ناقص 240 في 8 ناقص 324، هتطلع ليست صفر، يبقى الاختيار الثاني ما نفعش. تعال نجرب الخمسة. 49 في 5 تربيع ناقص 240 في 5 ناقص 324، الإجابة برضو ما طلعتش صفر، يبقى معنى كده إن كمان الخمسة ما نفعتش، يبقى أكيد الستة هي اللي هتنفع. يبقى 49 في 6 تربيع ناقص 240 في 6 ناقص 324، الإجابة هتطلع صفر، معنى كده إن الاختيار 6 هو الاختيار الصحيح. يبقى في الحالة دي الإجابة هتبقى 6. خلي بالك برضو أنا ممكن أحلل، أنا هنا ممكن أحلل مقدار ثلاثي غير بسيط، أجرب بقى 7 نون في 7 نون وأشوف كم في كم يدي 324، وأعمل طرفين وسطين زي ما اتعلمنا، وهيطلع التحليل معانا. بس طالما السؤال اختيارات يبقى أنا أوفر وقت عشان بقية المسائل. يبقى إجابة هذا السؤال أصبحت ب6 ثواني. ده بالنسبة للسؤال رقم 3. ننتقل للسؤال رقم 4. السؤال رقم 4 بيقول: تطارد سيارة شرطة ألف تسير بسرعة مقدارها 90 كيلومتر على الساعة سيارة أخرى باء في نفس الاتجاه، فبدت وكأنها، مين اللي بدت؟ اللي هي السيارة باء، بدت وكأنها تتقهقر بسرعة مقدارها 20 كيلومتر على الساعة، فما مقدار السرعة الفعلية للسيارة باء؟ تعال نحط تفاصيلنا. تطارد سيارة ألف سيارة شرطة، يبقى تطارد سيارة شرطة ألف، هو مسمي سيارة الشرطة ألف تسير بسرعة مقدارها 90 كيلومتر على الساعة، يبقى أنا كده معايا العين ألف ب 90 كيلومتر على الساعة. سيارة أخرى باء، معانا سيارة تانية اسمها باء، سيارة أخرى باء في نفس الاتجاه، خلي بالك في نفس الاتجاه، يبقى احنا معانا سيارة تانية اسمها باء، بس سرعة السيارة باء مش معايا، ده هو عايزها. قال لي فبدت، مين اللي بدت؟ السيارة باء بدت لسيارة الشرطة، لأن سيارة الشرطة هي اللي بترصد، يبقى الباء هي اللي مرصودة، يبقى السرعة دي هي سرعة باء بالنسبة لألف. فبدت وكأنها تتقهقر بسرعة مقدارها 20 كيلومتر على الساعة، يبقى دي اسمها سرعة باء بالنسبة للألف، لأن المرصود هو اللي بيتكتب الأول. قال لي بكام يا فندم؟ ب 20 كيلومتر على الساعة. عايزين سرعة السيارة باء. طب ما أنا معايا قانون بيقول أن عين باء ألف هو عبارة عن عين باء ناقص عين ألف، والكلام ده ب20، وهسيب الإشارة زي ما هي لأن الراجل قال لي إن الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه. العين باء مطلوبة، والعين ألف معايا ب 90، وال20 هتنزل، هودي الناقص 90 بعكس الإشارة، يبقى معنى كده إن العين باء هتطلع 110، بس خلي بالك كيلومتر على الساعة، وهو طالبها بالكيلومتر على الساعة، يبقى الإجابة هتبقى 110. يبقى السؤال رقم 4 إجابته هتصبح 110. خد بقى قهوة. نروح للسؤال رقم 5، نطلع فوق شوية، نروح كده للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 بيقول: بدأ جسم حركته بسرعة 20 سم على الثانية
يبقى أنا معايا سرعة ابتدائية ب 20 سنتي على الثانية. قال لي وعجلة منتظمة 8 سنتي على الثانية تربيع، يبقى أنا معايا العجلة ب 8 سنتي على الثانية تربيع. قال لي في نفس اتجاه السرعة الابتدائية. طالما قال في نفس اتجاه السرعة الابتدائية يبقى أنا بسيب إشارة العجلة بنفس إشارة السرعة الابتدائية. لو قال في عكس كنت هغير إشارة العجلة أخليها سالبة. قال لي فإن المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة، عايزين نعرف المسافة المقطوعة في الثانية الخامسة. اتفقنا على اتفاق أثناء السنة أول ما يطلب حاجة خاصة بالثانية النونية تجري على طول تشتغل بالقانون الأول لنيوتن، إن عين بتساوي عين صفر زائد ج نون، وهنجري بعض التعديلات. هنخلي العين عين ميم اللي هي السرعة المتوسطة، وهخلي العين ميم فاء على نون. فاء على نون. الفاء دي المطلوبة والنون دي عدد الثواني. هو الراجل قال لك في الثانية الخامسة، الثانية الخامسة كام ثانية؟ ثانية واحدة بس، يبقى هتحط مكان النون دي 1. طب السرعة الابتدائية الراجل مديها لك ب 20. طب العجلة الراجل مديها لك ب 8. امال النون دي هتبقى ايه؟ ده هيبقى الزمن المتوسط للثانية الخامسة. تبدأ الثانية الخامسة بعد نهاية الثانية الرابعة، يبقى هنكتب 4 زائد 5 ونقسم على عددهم. فاء على 1 هتطلع الفاء اللي انا عايزها، وال20 هتنزل زائد ال8 فيه 4 زائد 5 على 2 هيدي 4 ونص. 8 في 4 ب 32 ومعانا 8 تنصص يعني معانا 4 يبقى 36. 36 و20 هيدي 56، يبقى الفاء هتطلع 56 بس خلي بالك سنتي. يبقى الفاء هتطلع 56 بس خلي بالك بالسنتي. ده كده بالنسبة للسؤال رقم 5. السؤال رقم 6 ده سؤال نظري الناس كلها عارفاه. إذا سقط جسيم رأسيا لأسفل أكيد سرعته الابتدائية ستكون صفرا. إذا سقط جسيم رأسيا لأسفل أكيد سرعته الابتدائية ستصبح صفرا. ده كده بالنسبة للسؤال الأول المكون من 6 اختيارات. ننتقل للسؤال الثاني. تعالى كده نشوف السؤال الثاني ده بيحكي في ايه. يلا بينا أستاذ. السؤال رقم 2 بيقول يتحرك جسيم بعجلة منتظمة في اتجاه ثابت، فإذا قطع مسافة 26 سنتي خلال الثانية الرابعة من بدء حركته. يبقى هيقطع مسافة 26 سنتي. احنا عندنا مسافة ب 26 سنتي. الكلام ده هيحصل امتى؟ قال لي خلال الثانية الرابعة. وقطع 56 ثانية خلال الثانية التاسعة. يبقى احنا هيقطع مسافة 56 سنتي خلال الثانية التاسعة. قال لي أوجد العجلة التي يتحرك بها الجسيم وكذلك سرعته الابتدائية. عايزين العجلة اللي هيتحرك بها الجسيم وعايزين كمان سرعته الابتدائية. اتفقنا على اتفاق لسه قايلينه من دقايق ان لو انت شغال على ثانية نونية بتشتغل على القانون الاول لنيوتن. القانون الاول لنيوتن بيقول ان العين بتساوي عين صفر زائد ج نون. تتحول العين لعين ميم، وتتحول العين ميم لفاء على نون. نبدأ بالحالة الأولى. الفاء عندنا ب 26 وخلال الثانية الرابعة دي ثانية واحدة بس، يبقى أنا هحط مكان النون 1. السرعة الابتدائية مطلوبة والعجلة مطلوبة، بينما الزمن المتوسط خلال الثانية الرابعة هيبقى 3 زائد 4 على 2. هنمسك المعادلة دي ننضفها. 26 على 1 فيها 26 والعين صفر هتنزل والعجلة هتنزل. 3 زائد 4 على 2 هيدي 3 ونص، وهسمي المعادلة دي رقم 1. نعمل نفس الكلام تاني. هخلي العين ميم بفاء على نون. الفاء في الحالة الثانية ب 56 والثانية التاسعة يعني ثانية واحدة بس. السرعة الابتدائية مطلوبة والعجلة مطلوبة. الزمن المتوسط خلال الثانية التاسعة هيبقى 8 زائد 9 على 2. ننظف. 56 على 1 فيها 56 والسرعة الابتدائية مطلوبة
والعجلة مطلوبة، و8 زائد 9 على 2 هيدي 8.5. هنمسك المعادلتين دول ونحطهم تحت بعض ونحلهم مع بعض بالحذف. يبقى ع صفر زائد 3.5 ج ب 26. وع صفر زائد 8.5 ج ب 56. للخلاص من العين صفر هضرب المعادلة الأولى في -1. -1 تضرب العين صفر تدي سالب عين صفر. -1 تضرب ال3.5 ج تدي سالب 3.5 ج. -1 تضرب ال26 تدي سالب 26، ودي المعادلة 1 بعد التعديل. حط تحتها المعادلة 2 زي ما هي، عين صفر زائد 8.5 ج هتساوي 56. نشد خط ونجمع. هنشيل عين صفر السالبة مع عين صفر الموجبة، وهنجمع سالب 3.5 ج مع 8.5 ج هيدي 5 ج، وهنجمع سالب 26 زائد 56 هيطلع ب 30. هقسم على 5 هتطلع العجلة ب6. عايزين نعرف الوحدة كانت ايه؟ 6 سم على الثانية تربيع. يبقى العجلة هتطلع 6 سم على الثانية تربيع، وهذا هو المطلوب الأول. المطلوب الثاني هعوض في أي معادلة من المعادلتين. هعوض مثلا في معادلة رقم 1. العين صفر هتنزل، وال3.5 هتضرب ال5 لأن 6، لأن العجلة لسه مطلعينها ب6. كل هذا هيساوي 26. يبقى عين صفر زائد 3 في 6 ب 18، ومعانا 6 نصص يعني 3. 18 و3 21. كل هذا بيساوي 26. ودي ال21 بعكس الإشارة، يبقى هتطلع لك العين صفر ب5 سم على الثانية، وهذا هو المطلوب الثاني. يبقى احنا كده قدرنا نطلع في هذا السؤال المقالي العجلة المطلوبة اللي هو طلبها بكام، وكذلك السرعة الابتدائية برضو بكام. ده بالنسبة للسؤال رقم 2. نروح للسؤال الأخير في هذا الاختبار. ناخد شفطة قهوة الأول. السؤال رقم باء بيقول: يتحرك قطار ألف بسرعة مقدارها 100 كيلومتر على الساعة. لحق بقطار آخر باء طوله 190 مترا، يتحرك بسرعة مقدارها 60 كيلومتر على الساعة على شريط موازي، فمر عليه بالكامل في زمن قدره 27 ثانية. أوجد طول القطار ألف. قلت له طيب بالراحة كده بالهداوة، هنعمل إيه؟ حط كده رسمة تصورية. يتحرك قطار ألف بسرعة مقدارها 100 كيلومتر على الساعة. احنا عندنا هنا في قطر. القطر ده هنسميه ألف، وهنعتبر إن القطر ده ماشي كده، والقطر ده هيتحرك بسرعة، أدي سرعة القطر ألف، 100 كيلومتر على الساعة. قلت له حلو. قال لي لحق بقطار آخر باء طوله 190 متر على الثانية، وهو ماشي كده. هنا كان في قطر تاني باء، هنا في قطر تاني باء، القطر التاني باء برضه ماشي كده. قال لي هذا القطار باء طوله 190 مترا، هذا القطار باء طوله 190 متر، القطر ألف هيلحق بالقطر باء. قلت له كويس. قال لي يتحرك بسرعة مقدارها 60 كيلومتر على الساعة، يبقى القطر باء ده ماشي بسرعة مقدارها 60 كيلومتر على الساعة. طبعا سرعة ده أكبر عشان يلحقه. قلت له كويس. قال لي على شريط موازي، تمام. قال لي فمر عليه بالكامل في 27 ثانية. قلت له حلو قوي. القطر ده لما راح على القطر باء ده مر عليه بالكامل، يعني القطر ده فضل ماشي 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 ماشي، مر على القطر ده بالكامل باللون الأحمر أهو، مر عليه بالكامل في 27 ثانية، أخذ 27 ثانية. قلت له كويس. قال لي أوجد طول القطار ألف. عايزين نعرف القطر ألف ماشي بسرعة كام.
قلت له طيب اولا انا عندي مشكله، ان شاء الله ما تبقاش مشكله ولا حاجه، ان انا لقيت هنا كلمه متر لكن لقيت هنا كيلو متر ولقيت هنا كيلو متر، اذا انا لازم احول من كيلو متر على الساعه لمتر على الثانيه، من كيلو متر على الساعه لمتر على الثانيه. مستر حضرتك هتعمل ايه؟ انا هعوز اجيب سرعه القطار انا دلوقتي محتاج اطلع طول القطر الف ده. القطر الف ده هو الراجل طلب اهو، قال لي اوجد طول القطار الف، انا عايز اطلع طول القطار الف ده، يبقى القطار الف ده انا عايز اطلع طوله. قلت له طيب عشان اطلع طوله انا هعوز اعرف سرعه الالف ده بالنسبه للباء. هو الالف ده سرعته بالنسبه للباء هتبقى قد ايه؟ قال لي بص يا مستر، انا عشان اطلع سرعه الف بالنسبه للباء طالما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه هطرح سرعه القطر الف ناقص سرعه القطر باء. يبقى انا عشان اطلع سرعه القطر الف بالنسبه للقطر باء، لان القطر ده هيبقى ماشي وده كمان ماشي، الاثنين دول ماشيين، بما اني عايز اعرف طول القطر الف يبقى انا محتاج اعرف سرعه الالف بالنسبه للباء لان الاثنين متحركين. طيب عين الف باء بتساوي عين الف ناقص عين باء، يلا نطلع عين الف باء. طب هو سرعه القطر الف بكام؟ قال لي ب 100، بس ده كيلو متر على الساعه، هضرب في 5 على 18. طب سرعة القطر باء؟ قال لي ده ب 60، بس ده كيلو متر على الساعة، هضرب في 5 على 18. يبقى معنى كده إن عين ألف باء هتساوي، يلا أستاذ آلتك الحاسبة وشوف معايا الحسبة دي، 100 في 5 على 18 ناقص 60 في 5 على 18 هتطلع ب 100 على 9 بس متر على الثانية. هتطلع ب 100 على 9 بس خلي بالك بقت متر على الثانية. قلت له حلو قوي. طيب هو انا اقدر دلوقتي استبدل عين الف باء ده بايه؟ قال لي ما هو السرعه بتساوي مسافه على زمن. قلت له حلو قوي. قال لي انا اقدر استبدل عين الف باء ده بالاتي. هو ده مش ده سرعه القطر الف بالنسبه للقطر باء لما بقوا الاثنين دول لما القطر الف قطع 27 ثانيه؟ قلت له اه. قال لي بص بقى، انا اقدر اشيل سرعه الف بالنسبه للباء واكتب مكانها مسافه على زمن، بس يا ترى انهي مسافه؟ قال لي هتبقى المسافه اللي هي طول القطر الف كله مع المسافه اللي هيقطعها، او المسافه لانه هيعدي القطر الف بالكامل، سوري هيعدي القطر باء بالكامل. طالما هيعدي القطر باء بالكامل فهياخد 27 ثانيه. قلت له طيب المسافه بقى اللي انا اقدر اشيلها مكان العين الف باء واكتب مكانها مسافه على زمن، قال لي الزمن هيبقى 27 ثانيه. قلت له حلو قوي. قلت له طب المسافه؟ قال لي بما ان القطر ده انا عايز اعرف طوله فحسب لي طوله الف، بما ان القطر ده هيعدي على القطر باء كله في ال 27 ثانيه يبقى معنى كده ان المسافه بتاعتي هضم عليها ال 190. يبقى انا شلت العين الف باء وكتبت مكانها مسافه على زمن لان السرعه بتساوي مسافه على زمن. طب المشكله انهي مسافه؟ قال لي يا مستر هو مش القطر ده هيبقى ماشي، القطر ده هيبقى له طول؟ قلت له اه. قال لي القطر ده لما هيعدي على القطر ده كله ما هياخد ال 27 ثانيه. طيب هياخد مسافه قد ايه؟ هياخد مسافه ال 190. طب ما هو بقيه القطر ده هنا، ما انا عايز اعرف بقى طول القطر ده اللي هو هيعدي كله لانه هيمر على القطر ده بالكامل. قلت له كلام ممتاز قوي. فانا هاخد طول القطر الف اجمعه على ال 190 اقسمه على ال 27 يطلع سرعه الف بالنسبه للباء اللي هي ب 100 على 9. في هذه الحاله هتقدر تطلع طول القطر الف بكام والمساله كده خلصت. فهمت انا اقصد ايه؟ طيب عايز تعمل طرفين وسطين اعمل، عايز تعمل الحركه الحلوه دي اعملها، خلي التسعة وال27 يقبلوا الاسم على التسعة، فخلي ال27 3 عشان تبقى الامور بالنسبه لك اسهل. يبقى معنى كده ان الالف زائد 190 هتضرب الواحد هتدي الف زائد 190، وال100 هتضرب الثلاثة هتدي 300، ودي ال190 بعكس الاشاره هيطلع طول القطر الف ب 110 متر. يبقى القطر الف هيطلع لك طوله ب 110 متر. خدت بالك؟ وطبعا واضح ان القطر الف ب 110 متر والقطر باء كله ب 190 متر، يبقى معنى كده ان احنا هنعدي على القطر باء كله في ال 27
ثانية المذكورة في هذا السؤال. سؤال حلو، سؤال دماغ، هو أي نعم سؤال مش مشهور قوي بس حبينا نعدي عليه مرة عشان يبقى الأمور بتاعتنا واضحة. نروح للاختبار الثاني، برضو عندنا مجموعة من الاختيارات كده، تعال نظبطها واحدة واحدة ونستوعب كده مجموعة من الأفكار ونعمل الحركة الحلوة اللي عملناها دي. نكسب إيه؟ نكسب مسافة. يلا بينا يا أستاذ. السؤال رقم 1 بيقول قذف جسم رأسيا إلى أعلى بسرعة 24 متر على الثانية. هنا في جسم، الجسم ده هيقذف رأسيا إلى أعلى بسرعة ابتدائية 24.5 متر على الثانية. قال لي فإنه يعود إلى نقطة القذف بعد كم ثانية؟ طبعا الجسم ده هيطلع كده وبعدين هيرجع تاني إلى نقطة القذف. عايزين نعرف الزمن اللي هياخده الجسم. احنا معانا قاعدة بتقول أن زمن الصعود بيساوي زمن الهبوط. يعني أنا لو جبت زمن الصعود هضربه في 2 هبقى جبت الزمن الكلي، يبقى أنا محتاج زمن الصعود بس. طب أنا معايا عجلة الجاذبية الأرضية مستر سالبة، سالب 9.8 متر على الثانية تربيع، وكمان معايا السرعة النهائية بصفر لأن الجسم سيصل هنا إلى حاجة اسمها أقصى ارتفاع، يبقى السرعة النهائية أيضا ستصبح صفر. هطبق القانون الأول، إن عين بتساوي عين صفر زائد د ن. السرعة النهائية بصفر لأن الجسم سيصل إلى أقصى ارتفاع، والسرعة الابتدائية التي قذف بها الجسم ب 24.5، وعجلة الجاذبية الأرضية سالبة لأن الجسم قذف إلى أعلى، والزمن أنا عايزه. هودي سالب 9.8 ن من الشمال لليمين بعكس الإشارة، أدي 9.8 ن بيساوي 24.5. هنمسك المعادلة دي نقسمها على 9.8 عشان أقدر أعرف زمن الصعود، فهقسم 24.5 على 9.8. أدي 24.5 على 9.8، هيطلع زمن الصعود ب2.5، يبقى زمن الهبوط ب2.5، يبقى أنا هجمع 2.5 زائد 2.5 هيطلع 5 ثواني. يبقى إجابة هذا السؤال هتبقى 5 ثواني. اوعى تختار دي، هو بيلخبطك، ال2.5 ده زمن الصعود بس، لكن هو بيقول لك فإنه يعود إلى نقطة القذف بعد كام ثانية، يبقى الراجل عايز منك الزمن الكلي، زمن الصعود حتى يصل إلى نفس المكان الذي قذف منه. ده بالنسبة للسؤال رقم 1. السؤال رقم 2 بيقول تتحرك طائرة، تعال نطلعها كده فوق شوية برضو عشان نستفيد بالمكان. تمام، يلا بينا. تتحرك طائرة بسرعة مقدارها 300 كيلومتر على الساعة في اتجاه الجنوب لمدة ساعتين، ثم بسرعة مقدارها 250 كيلومتر على الساعة في اتجاه الشمال لمسافة 750 كيلومتر، فإن متوسط مقدار السرعة للرحلة كلها هيساوي كام كيلومتر على الساعة؟ يلا بينا. تتحرك سيارة بسرعة مقدارها 300 كيلومتر على الساعة في اتجاه الجنوب لمدة ساعتين. ادي سيارة هتمشي كده، السيارة دي هتمشي بسرعة مقدارها 300 كيلومتر على الساعة وهتمشي لمدة ساعتين. قال لي ثم بسرعة مقدارها 250 كيلومتر على الساعة في اتجاه الشمال لمسافة 750 كيلومتر، وبعد كده هتطلع لفوق بسرعة مقدارها 250 كيلومتر على الساعة، مسافة قدرها 750 كيلومتر. قلت له كلام سليم. قال لي لو سمحت طلع لنا متوسط مقدار السرعة للرحلة كلها. عايزين متوسط مقدار السرعة للرحلة كلها. متوسط مقدار السرعة يعني السرعة المتوسطة هي عبارة عن مجموع المسافات على مجموع الأزمنة. يبقى أنا محتاج أعرف طبعا السرعات لا تعتمد على الاتجاهات، طالما سرعة متوسطة، ما قالش متجه سرعة متوسطة، يبقى أنا عايز متوسط مقدار السرعة المتوسطة. الاتجاه مش هيفرق معايا خالص، هم في عكس الاتجاه، بس كنت هعمل له اعتبار لو كان طلب متجه السرعة المتوسطة، لكن هنا ما طلبش متجه السرعة المتوسطة، طلب متوسط مقدار السرعة للرحلة كلها. عايزين نعرف المسافة الأولانية اللي مشيتها الطائرة في اتجاه الجنوب قد إيه؟ قال لي حضرتك معاك سرعة ومعاك زمن. أنت عندك المثلث بيقول أدي السرعة وأدي المسافة وأدي الزمن. حضرتك هنا محتاج تطلع مسافة. طيب يلا بينا.
هي المسافة بتساوي ايه؟ قال لي المسافة بتساوي السرعة في الزمن. السرعة ب 300 والزمن ب 200، يبقى المسافة الأولانية ب 600 كيلو متر. يبقى أنا هاجي هنا واكتب 600 كيلو متر. طب عايزين المسافة الثانية؟ قال لي المسافة الثانية جاهزة 750. طب عايزين الزمن الأولاني؟ قال لي الزمن الأولاني جاهز ب2. طب عايزين الزمن الثاني؟ قال لي تعالى، هو الزمن بيساوي مسافة على سرعة، والمسافة 750 والسرعة ب 250. هنقسمهم على بعض هيطلع 3 ساعات. يبقى هتيجي حضرتك هنا وتكتب 3 ساعات. هتجمع 600 زائد 750 وتقسم على 2 زائد 3 هتطلع 270. يبقى إجابة هذا السؤال هتطلع 270 كيلو متر على الساعة. ده بالنسبة للسؤال رقم 2. ننتقل إلى السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 بيقول: تحرك جسم في اتجاه ثابت بسرعة ابتدائية ما وبعجلة منتظمة، فإذا قطع في الثانية الثالثة من حركته 20 متر. يبقى في الثانية الثالثة قطع 20 متر. قال لي ثم قطع في الثانيتين الخامسة والسادسة معا 60 متر. يبقى الخامسة والستة هيقطع 60 متر. قال لي فإن مقدار سرعته الابتدائية تطلع إيه؟ قال لي فإن مقدار سرعته الابتدائية تطلع إيه؟ اتفقنا على اتفاق من بداية الفيديو أثناء الشرح سواء في الأونلاين أو في السناتر. قلنا الآتي: قلنا أي سؤال في زمن نوني حضرتك بتكتب القانون الأول لنيوتن، إن العين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. هتحول العين لعين ميم ونروح للحالة الأولى. العين ميم هتبقى فاء على نون. الفاء معانا ب20 والثانية الثالثة يعني ثانية واحدة بس. السرعة الابتدائية مطلوبة والعجلة مش معايا، بينما النون في حالة الثانية الثالثة هتبقى 2 زائد 3 على 2. 20 على 1 فيها 20 والعين صفر هتنزل، و2 زائد 3 5 على 2 فيها 2.5 جيم. وكده بقى معاك معادلة في مجهولين، خليها على جنب شوية. كده استفدنا من الحالة الأولى. ننتقل للحالة الثانية. العين ميم برضو هتبقى فاء على نون، بس المرة دي الفاء هتبقى ب60 والثانية الخامسة والستة يعني ثانيتين، هحط مكان النون 2. العين صفر مطلوبة والعجلة مش معايا. الثانية الخامسة والسادسة تبدأ الثانية الخامسة بعد نهاية الرابعة، يبقى 4 زائد 5 زائد 6 على عددهم يعني على 3. 60 على 2 فيها 30 والعين صفر هتنزل والعجلة هتنزل. 4 زائد 5 9 9 و6 15 15 على 3 فيها 5. كده بقى معاك معادلتين في مجهولين نحلهم مع بعض بالحذف عشان نطلع الشغل. عين صفر زائد 2.5 جيم بتساوي 20. وعين صفر زائد 5 جيم بتساوي 30. أنا عايز أطلع العين صفر، يبقى يفضل إن أنا أحذف الجيم على طول، فأنا هاجي للمعادلة رقم 1 وأضربها في سالب 2. سالب 2 تضرب العين صفر هتدي سالب 2 عين صفر، وسالب 2 تضرب 2.5 جيم هتدي سالب 5 جيم، وسالب 2 تضرب 20 هتدي سالب 40. دي المعادلة 1 بعد التعديل. ينزل تحتها معادلة 2 عين صفر زائد 5 جيم هتساوي 30. بالجمع سالب 2 عين صفر وعين صفر يدي سالب عين صفر، وسالب 5 جيم تضيع مع موجب 5 جيم، وسالب 40 مع 30 هتدي سالب 10. ضيع السالب مع السالب هتطلع لك العين صفر ب10. تعال نشوف التمييز. 10 متر على الثانية. يبقى العين صفر هتطلع ب10 متر على الثانية، فهنروح نختار 10 متر على الثانية لأنه محتاج السرعة الابتدائية. ننتقل للسؤال رقم 4. تواجد جسيم عند لحظتين زمنيتين 3 و8 ثواني
عند الموضعين ألف اللي ب7 و2 وباء اللي ب4 و6 على الترتيب، فإن متجه السرعة المتوسطة عين م هيساوي إيه؟ احنا عارفين أن متجه السرعة المتوسطة هو عبارة عن الفاء على النون. يبقى متجه السرعة المتوسطة انت عارف ان الفاء عبارة عن راء النهائية ناقص راء الابتدائية، وبالتالي هيبقى الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي. يبقى متجه السرعة المتوسطة هيساوي الموضع النهائي عندي ب4 و6، والموضع الابتدائي عندي ب7 و2، الزمن النهائي عندي ب8، والزمن الابتدائي عندي ب3. يبقى متجه السرعة المتوسطة هيساوي 4 ناقص 7 بسالب 3، و6 ناقص 2 ب4، و8 ناقص 3 ب5. وزع سالب 3 على 5 في اتجاه السين، زائد 4 على 5 في اتجاه الصاد. طب هو عايز مني ايه؟ عايز متجه السرعة المتوسطة عين م، يبقى هيدي سالب 3 على 5 في اتجاه السين زائد 4 على 5 في اتجاه الصاد. ده اسمه متجه السرعة المتوسطة. نروح مع بعض للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 بيقول: يلا أستاذ. بيقول لك دفع جسم في عكس اتجاه الريح فتحرك في خط مستقيم بسرعة ابتدائية 10 متر على الثانية. يبقى أنا معايا العين صفر ب10 متر على الثانية. قال لي وبعجلة منتظمة مقدارها 2 متر على الثانية تربيع. يبقى العجلة ب2 متر على الثانية تربيع. قال لي بس في عكس اتجاه سرعته الابتدائية، يبقى لازم العجلة تاخد إشارة سالبة. في عكس اتجاه سرعته الابتدائية يبقى لازم العجلة تاخد إشارة سالبة. قال لي فإن الإزاحة الحادثة، يعني عايزين الفاء، فإن الإزاحة الحادثة بعد مرور 6 ثواني، يعني النور معانا ب6 ثواني. السؤال ده مباشر. هستخدم قانون اللي بيقول إن فاء بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. يبقى الفاء هتساوي السرعة الابتدائية بتاعتي ب10 والزمن ب6 زائد نص في العجلة عندي بسالب 2 والزمن عندي ب6 تربيع. اعمل الحسبة اللي قدامك دي هتلاقي الإجابة طلعت لك ب24. ادي 60 ناقص 36 هتطلع 24. يبقى السؤال رقم 5 إجابته هتبقى 24. السؤال رقم 6 بيقول الشكل المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم. عايزين نعرف سرعة الجسم عند ن تساوي 2 بكام متر على الثانية. الجسم اللي قدامك ماشي كده بالمنظر اللي قدامك ده، لما وصل لهذا المكان مثلا كان قطع إزاحة قدرها 3 في زمن قدره 6 ثواني. طيب أنا عشان أطلع السرعة، ما هي السرعة بتساوي مسافة على زمن. السرعة بتساوي مسافة على زمن. طيب السرعة هنا، عشان أطلع السرعة هنا المسافة بتاعتي ب3 والزمن بتاعي ب6. طب 3 على 6 فيها كام؟ قال لي 3 على 6 فيها النص. قلت له بس خلي بالك السرعة اللي انت طلعتها دي عند الزمن بيساوي 6. قال لي ما هو لو عند الزمن بيساوي 2 كانت الإزاحة هنا هتختلف. قلت له السرعة دي معناها ايه؟ قال لي السرعة دي معناها سرعة منتظمة، سرعة ثابتة. يبقى السرعة هتطلع هنا هي السرعة هتطلع هنا، بس هنا هيكون قطع إزاحة وهنا هيكون قطع زمن. السرعة لما اجيبها هنا هيكون قطع إزاحة مختلفة وهنا قطع زمن مختلف، هتطلع نفس السرعة. يبقى المنظر اللي قدامك ده بيعبر عن حاجة اسمها سرعة منتظمة. يبقى معنى كده ان إجابة هذا السؤال هتطلع بنص. السؤال المقالي الأول:
السؤال بيقول نقصت سرعة سيارة بانتظام من 66 متر على الثانية إلى 79.2 كيلو متر على الساعة خلال قطعها مسافة 66 مترا. هحاول أعمل رسمة كده تخطيطية. هنا في جسم، الجسم ده هنفترض إنه متحرك كده. قال لي نقصت سرعته بانتظام من، يعني دي السرعة الابتدائية كانت 66 متر على الثانية، نقصت بقت 79، يعني السرعة النهائية أصبحت 79.2 بس كيلو متر على الساعة. قال لي خلال قطعها مسافة 66 متر، والمسافة هنا كانت 66 متر. قال لي أوجد الزمن الذي قطعت فيه السيارة هذه المسافة. عايزين نعرف الزمن هنا، وده كده المطلوب الأولاني. طيب حضرتك معاك عين ومعاك عين صفر ومعاك فاء ومحتاج النون. هنستخدم القانون اللي بيقول طبعا الزمن عشان اجيبه انا محتاج عجله، لان انا عندي قوانين بتقول ان العين بتساوي عين صفر زائد ج نون، النون مرتبطه بالعجله، وعندي فاء بتساوي عين صفر نون زائد نص ج نون تربيع، النون مرتبطه بالعجله. معنى كده ان انا مش هقدر اجيب النون غير لما اجيب العجله، وبالتالي هشيل كل ده واروح اول حاجه اطلع العجله. طب هطلع العجله منين؟ حضرتك معاك عين ومعاك عين صفر ومعاك فاء، هطلع العجله من خلال القانون اللي بيقول ان عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج فاء. العين تربيع ب 79.2، بس خلي بالك دي بالكيلو متر على الساعه، هضرب في 5 على 18 بس الكل تربيع. العين صفر تربيع ب 66 تربيع، وادي 2، وادي العجله انا عايزها، والفاء عندي ب 66. هودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 79.2 في 5 على 18 الكل تربيع ناقص 66 تربيع، هيطلع 2 في ج في 66. هقسم على 2 في 66 يسارا، وهقسم على 2 في 66 يمينا. الاثنين ضيعت الاثنين، 66 ضيعت ال 66. يلا نشوف العجلة هتطلع بكام. هنكتب على الآلة الحاسبة 79.2 في 5 على 18 الكل تربيع ناقص 66 تربيع على 2 في 66. هتطلع العجلة معايا بسالب 29 ده دائري. سالب، خليها بالكسر أحسن، سالب 88 على 3 متر على الثانية تربيع. يبقى العجلة هتطلع سالب 88 على 3 متر على الثانية تربيع. سالب 88 على 3 متر على الثانية تربيع. يبقى العجلة سالب 88 على 3 متر على الثانية تربيع. طيب لما العجلة بقت معايا أقدر أطلع النون؟ طبعا أقدر أطلع النون. فهقول له يا أستاذ إن العين النهائية بتساوي العين صفر زائد ج نون. العين النهائية معايا ب 79.2، بس هضربها في 5 على 18، والعين صفر معايا ب 66، والعجلة لسه مطلعها بسالب 88 على 3 نون. هودي سالب 88 على 3 نون من الشمال لليمين بعكس الإشارة، يبقى 88 على 3 نون هيساوي 66 ناقص 79.2 في 5 على 18. همسك المعادلة دي وأقسمها على 88 على 3 عشان أقدر أطلع النون. هقسم 66 ناقص 79.2 في 5 على 18 على 88 على 3.
هيطلع الزمن ب3/2 أو 1.5. هيطلع لي الزمن ب3/2 أو 1.5. يبقى الزمن في الحالة دي هيطلع لنا ب3/2. اظبط حالك. يلا أستاذ، 3/2 أو 1.5 ثانية، وهذا هو المطلوب الأول. المطلوب الثاني بيقول لي ثم أوجد المسافة التي تقطعها بعد ذلك حتى تسكن. هنا في مسافة عايزينها، المسافة اللي هتقطعها بعد ذلك حتى تسكن، يعني العين النهائية هتبقى 0 والعين الابتدائية هتبقى هي العين النهائية هنا 79.2 كيلومتر على الساعة، ومن حقي استخدم نفس العجلة اللي انا لسه مطلعها ب-88/3 متر على الثانية تربيع. هستخدم نفس القانون، فهقول له حيث ان عين تربيع بتساوي عين 0 تربيع زائد 2 ج فاء. العين تربيع ب0 تربيع لان قال لي هتسكن، والعين 0 هتبقى العين النهائيه في المرحله الاولى اللي كانت 79.2 بس كيلو متر على الساعه، هضرب في 5/18 بس لكل تربيع زائد 2 في العجله احنا مطلعينها ب-88/3، والفاء مطلوبه. ودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 2 في 88/3 فاء هتساوي 79.2 في 5/18 الكل تربيع. هنقسم على 2 في 88/3 عشان اقدر اطلع الفاء. يبقى انا هقسم 79.2 في 5/18 الكل تربيع على 2 في 88/3، هتطلع الفاء ب-33/4 يعني 8.25. يبقى الفاء هتطلع لنا ب8.25 مترا، وهذا هو المطلوب رقم 2. يبقى المطلوب الثاني أوجد المسافة التي تقطعها بعد ذلك حتى تسكن، هتصبح المسافة المقطوعة بعد ذلك حتى تسكن هي ب8.25. ده بالنسبة للسؤال الأول المقالي. السؤال الثاني المقالي السؤال اللي جاي تقيل شوية ناخد بالنا منه. قذف جسم رأسيا إلى أعلى بسرعة 40 متر على الثانية من نقطة على سطح الأرض، وبعد ثانية قذف جسم آخر من نفس النقطة وبنفس السرعة الابتدائية للجسيم الأول. بعد كم ثانية وعلى أي ارتفاع يتلاقى الجسمان؟ واعتبر عجلة الجاذبية الأرضية د ب10 مش ب9.8 مع الأخذ في الاعتبار الإشارة. يعني لو أنت شغال فوق خليها بالسالب، هو مش هيحط لك الإشارة، هو بيقول لك بس أنا هريحك في الحسابات، بدل 9.8 خليها 10، هيريحك بس في الحسابات. قلت له طيب يلا نبدأ. قذف جسم رأسيا إلى أعلى بسرعة 40 متر على الثانية. هنا جسم هيقذف رأسيا إلى أعلى بسرعة 40 متر على الثانية من نقطة على سطح الأرض، وبعد ثانية قذف جسم آخر من نفس النقطة وبنفس السرعة الابتدائية للجسم الأول. يبقى هنا في جسم تاني هيقذف، بس الجسم ده هيقذف بعد ثانية من قذف الجسم الأول بنفس السرعة الابتدائية 40 متر على الثانية. السؤال بيقول لك بعد كم ثانية وعلى أي ارتفاع يتلاقى الجسمان؟ تعال نتكلم على الجسم الأول. الجسم الأول ده عايزين نعرف المسافة اللي هيقطعها إيه هي. هنستخدم قانون الفاء، إن فاء بتساوي عين 0 ن زائد نص د ن تربيع. نمسك القلم الأحمر ونتكلم على الجسم الأول. يبقى المسافة التي سيقطعها الجسم الأول هيقذف بسرعة ابتدائية 40، والزمن ما نعرفوش، وادي النص، وادي عجلة الجاذبية الأرضية بسالب 10 مش ب10 سالب 10،
لان الراجل قال لك اعتبر ان عجله الجاذبيه الارضيه ب10 بس في صعود يبقى -10 والنون تربيع ما نعرفهاش. يبقى معنى هذا ان الفاء هتساوي 40 نون ناقص 5 نون تربيع. دي كده المسافه التي سيقطعها الجسم الاول. خش على الجسم الثاني. الفاء هتساوي العين صفر برضو هتبقى ب40 بس الجسم الثاني ده هيطلع بعد الجسم الاول ما طلع بثانيه. يعني لو الجسم الاولاني ده هيمشي 5 ثواني الجسم ده هيمشي 4. ليه؟ لان لو الاثنين دول هيلتقوا مع بعض بعد زمن نون، يعني انا هفترض كده، انا هفترض ان الجسمين هيلتقوا مع بعض بعد زمن نون. طب زمن النون اللي الاثنين هيقابلوا بعض فيه هنا مثلا اللي هيكون الجسم الاول مشى اكتر من الجسم الثاني بثانيه، لان الجسم ده طلع بعد ما الجسم الاول طلع بثانيه. يعني معنى كده ان النون دي هتبقى نون ناقص 1 بتاعت الجسم الثاني. يبقى معنى كده ان النون دي هتبقى نون ناقص 1 زائد نص في -10 برضو. طبعا ال40 هي لان الاثنين محذوفين بنفس السرعه الابتدائيه، والنون هتبقى نون ناقص 1 بس عليها تربيع. يبقى معنى كده ان الفاء هتساوي 40 في نون ب40 نون، و40 في -1 ب40، والنص هتضرب ال10 هتدي -5، وهفك القوس التربيعي ده هيبقى نون تربيع ناقص 2 نون زائد 1. ده كده فك القوس التربيعي عشان اقدر اوزع. يبقى الفاء هتساوي ال40 نون ناقص 40 هتنزل، هوزع -5 نون تربيع، وادي موجب 10 نون، وادي -5. يبقى الفاء هتساوي هجمع، ادي -5 نون تربيع هتنزل الاول، وادي 40 نون و10 نون هيدي 50 نون، وادي -40 و5 هيدي -45. الجسمين دول هيقطعوا نفس المسافه، لان الجسم ده هيطلع مسافه والجسم ده هيطلع مسافه، الاثنين طالعين ورا بعض. خلي بالك الجسم الاولاني طلع وبعد ثانيه طلع الجسم الثاني، الاثنين هيقابلوا بعض بعد زمن، الزمن مختلف لكن المسافه متساويه، لان الاثنين لو هيقابلوا بعض هنا، فالجسم الاولاني مشى مسافه والجسم الثاني مشى نفس المسافه، لان الراجل قال لك ومن نفس النقطه. يبقى معنى كده ان المسافتين قد بعض، الزمنين مختلفين. الاولاني هيمشي زمن قدره الاولاني هيمشي زمن قدره نون، لكن الثاني هيمشي زمن قدره نون ناقص 1. قلت له طيب تعالى بقى قول لي يا مستر هتعمل ايه؟ همسك الفاء بتاعت الجسم الاول اللي هي 40 نون ناقص 5 نون تربيع، 40 نون ناقص 5 نون تربيع، وهمسك الزمن بتاع الجسم الثاني اللي هو -5 نون تربيع مع موجب 50 نون ناقص 45، وهساويهم ببعض لان الجسمين هيقابلوا بعض بعد نفس المسافه. دي المسافه اللي هيقطعها الجسم الاول، ودي المسافه اللي هيقطعها الجسم الثاني، والاثنين هيخبطوا في بعض وهم طالعين فوق، يعني الاثنين هيمشوا نفس المسافه من سطح الارض. هشيل -5 نون تربيع من اليمين مع -5 نون تربيع من الشمال. هسيب ال50 نون زي ما هي، وهودي ال40 نون من اليمين للشمال بعكس الاشاره، وهودي ال-45 بعكس الاشاره. 50 نون ناقص 40 نون هيدي 10 نون، كل هذا هيساوي 45. كل هذا هيساوي 45. هقسم على نون، يبقى معنى كده ان النون هتطلع ب4.5 ثانية. معنى كده ان الجسمين هيقابلوا بعض بعد 4.5 ثانية. الجسمين هيقابلوا بعض بعد 4.5 ثانية. طيب ده كده المطلوب الاولاني. طب هيقابلوا بعض لان الراجل سألك سؤالين بعد كام ثانية؟ دي اتجاوبت خلاص. الاثنين هيقابلوا بعض بعد 4.5 ثانية من قذف الجسم الاول، عشان تبقى فاهم. هيقابلوا بعض بعد 4.5 ثانية من قذف الجسم الاول. قلت له عظيم. طب ايه كمان؟ قال لي وعلى اي ارتفاع؟ قلت له بسيطة، هعوض هنا على طول. يبقى معنى هذا ان الفاء هتساوي 40 نون، يعني 40 في 4.5
ناقص 5 نون تربيع يعني ناقص 5 في 4.5 تربيع. يبقى معنى هذا ان الفاء هتطلع بكام متر؟ تعال نشوفها مع بعض عشان يبقى ده المطلوب رقم 2. يبقى 40 في 4.5 ناقص 5 في 4.5 تربيع هتطلع ب 78 75 من 100. 78 75 من 100. ده كده يعتبر المطلوب الثاني في هذا السؤال، واتمنى تكون استفدت استفاده كويسه من هذه الورشه. عملنا شويه مراجعات حلوه، راجعنا على الباب الاول اللي ان شاء الله هيجي لك منه امتحان الشهر باذن الله. اتمنى لكم كل التوفيق، يا رب يكرمكم ويوفقكم دايما باذن الرحمن. اشوفكم دايما على خير في رعايه الله.